الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا فغادي نهضر او غادي نبسط شنو هو اولا كيفاش تروج الحساب ديالك في البنكه. علاش غتروج الحساب ديالك في البنكه؟ باش الا طلبتي كريدي اولا طلبتي فيزا ما ترفضش ليك. شحال من واحد غير كيسمع ان راه خاص يكون عندك الرواج في الحساب في لا بنك ما تيفهمش شنو هي، اولا تيمشي يطلب كريدي وتيرجعوه ليه تيقولوا ليه عندك الحساب اولا الرواج في الحساب ديالك ناقص، اولا تيطلب فيزا تيدفع جميع الوثائق هي هذيك، ولكن في الاخر تترفض ليه ما تعرفش علاش. والسبب الرئيسي في رفض الفيزا خاصة بالنسبة للمقاول الذاتي اولا التاجر اولا اللي عنده شركة، فراه هو الرواج في الحساب البنكي تيكون عنده ناقص. وبالنسبه للكريدي كذلك فاش يطلبوا ليه الموفمون ديال الكونت اولا الرواج في الحساب، حيت الاغلبيه ديال الابناك شحال تيطلبوا لك 6 شهور ديال الرواج الحساب يكون عندك محرك، يعني الحساب خدام، تيرجعوا لك الكريدي تيقول لك نعتذر ما نقدروش نعطيوك الحساب عندك ما مروش. هادشي علاش فانا في هذا الفيديو هذا بغيت نوضح هادشي باش كلشي يفهم. فاول حاجه بعدا اللي خاصك دير، مشيتي حليتي حساب بغيتي تمشي تحل حساب في لا بنك، كاينين ما تحلش حساب ديال الكارني، حل حساب ديال الشيك، الحساب اللي فيه الشيكات اللي تيقدروا يعطوك فيه الشيكات وفيه لا كارد كيشي. علاش؟ حيت في الحساب ديالك فاش غتحلو غتولي تخدم بهاد جوج حوايج بزاف، غتولي تدفع فيه الشيكات بزاف. واخا تقول لي انا مثلا انا عندي عا فراشه واش غنبقى نخدم لا غتاخذ لي سبيس غتخلص بلي سبيس، ولكن فاش تبغي تخرج غتخرج بالشيك، غتعمر الشيك وتخرج. بغيتي تمشي مثلا لشي سوبر مارشي ولا ستاسيون د ليسونس ولا هذا فغتخلص بلا كارد كيشي اولا تخلصهم بالشيك. انت خدم انت خود لي سبيس ماشي مشكل، ولكن في الحساب ديالك بقى تدفع الشيكات. ممكن تدفع حتى لي سبيس غير ما هو الكونت يكونوا فيه دوك الموفمون تكون فيه بزاف، يعني خدام مدخل تتخرج يوميا يكونوا عندك هاد الحركات في الحساب ديالك، يعني دائما يوميا تتحط الفلوس تتخرج بالشيك تتمشي تخلص تبغي تجبد الفلوس عاوتاني دوز الكيشي تتيري بالكيشي تتيري بلا كارت بغيتي اي حاجه، ولكن المهم هو يكون عندك الحركه في داك لو كونت، يعني يوميا انك تتبان في لا بنك. مثلا بغيتي تدفع الفيزا فخاصك تبريباري ليها واحد 6 شهور قبل، واخا هما حيت كاين اللي تيطلب 3 شهور كاين اللي تيطلب 6 شهور، ولكن من الاحسن انت تبريباري لهاد القضيه هذه 6 شهور قبل، يعني 6 شهور فاش تحل الحساب يكون عندك مروج مزيان تدفع فيه بزاف، تتبان دائما في لا بنك دائما يوميا تدفع وتخرج وتجبد. دونك فاش تدفع الوراقي ديالك للفيزا تيشوفوا تيقولوا هاد السيد هذا هو مروج، يعني عنده واحد المدخول قادر باش يسافر، تيشيط زائد ان ماشي غير دخل، ولكن خاص تبقى تشيط في لو كونت دائما تشيط. يعني مثلا في هاد راه الشهر الى خليتي مثلا مليون فحاول الشهر الاخر حاول تخلي 1,040,000 ريال، الشهر الثالث مثلا خلي 1,080,000 ريال، يعني تتكون دائما تتوفر واحد مثلا مثال 2000 درهم شهريا. دونك القنصليه فاش يشوفوا هادشي تيقولوا هذا قادر انه يسافر، انه تيشيطوا ليه الفلوس، زائد انه المهنه اللي كيدير مروجها، يعني بيع وشاري، يعني مدخل الفلوس مدخل الصرف. بالنسبه للكريدي عاوتاني كذلك فاش تدي لي غولفي ديالك لا بنك ولا هما فاش يدخلوا الكشف الحساب ديالك تيشوفوا الموفمون، يعني عندك في الكونت بزاف الغولفي عامر يعني بدفع الشيكات وتخرج وتتخدم لا كارت بزاف،
دوك الصفحات ديال كشف الحساب ديالك كاينين 3 ولا 4، يعني راه مروج. انت الحرفه ديالك تدخل لك الفلوس. فما يمكنش ليهم هما الا كان مثلا الحساب ديالك واقف ما فيه حتى شي حركه، حطيتي مثلا مليون وخليتيها ما كتجبد ما مخليها، فهما راه تيتبازاو على هذه القضيه، تيقول لك هذا راه ما خدامش، راه عنده مليون دبر عليها ولا ديالو جمعها وحاطها، دونك ما كاين حتى هذا الحرفه اللي كيدير راه ما تدخلش ليه الفلوس، راه ما يقدرش او اصلا يخلص الكريدي او لا القنصليه الفيزا ما يقدرش يسافر، ما عندوش باش يسافر. فهذا هو الرواج شي حاجه اللي بسيطه جدا، ان الحساب ديالك تيكون تدخل فيه بزاف وتخرج فيه، انت بان يوميا في لابانكا، في الصباح تحط تخرج، راه ماشي مشكل في المبلغ الا كان ضعيف ولا ماشي مشكل، غير الكونت تيتحرك خدام ماشي ناعس، حطيتي فلوس ونعستيهم صافي. راه ممكن يكون عندك حتى 15 مليون تقدر ما تاخذش الفيزا، تقدر ما تاخذش كريدي، لان هذاك فلوس كانوا عندك وحطيتيهم، ترى ما تقدرش تخلص اولا ما تقدرش تسافر بالنسبه للفيزا. فالقنصليه الا طلبتي فيزا فراه تيعتمدوا على هذه القضيه بزاف، ان الكونت ديالك يكون محرك. وهذا الشيء علاش الاغلبيه كاين اللي تيقول لك انا حاط اكثر من هذاك السيد وهو عطاه وانا ما عطاونيش، علاش؟ فراه هذا الشيء علاش هما تيتبازاو، انت ماشي موظف اللي غيدوز لك فيرمون، لا، الموظف تيدوز لي فيرمون ما خصوش يحرك الحساب، نو، الفيرمون ديالو تيتبازاو على الفيرمون شحال عندك، واش عندك فيرمون مزيانه تيعطوك الفيزا. ولكن انت واخا انت موظف انت تكون خاص يكون عندك ديك الفكره ديال لا كارت كيشي، يعني تخلص بها تجبد بها وهذا. ولكن بالنسبه للمقاول الذاتي ولا التاجر اللي عنده ريجستر كوميرس ولا هذا، فراه بالنسبه للفيزا او الكريدي فراه تيعتمدوا على الكشف ديالك، كشف الحساب ديالك، الرواج في لو كونت بزاف، خاصك تكون تدخل وتخرج دائما. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، والسلام عليكم.